مساء الخير يا جماعة. معانا تلاجة كريازي 12 قدم فيها مشكلة ان الترموستات بيطول في الفصل، واحنا جبنا زيه بالظبط زي ما انتم شايفين معايا. ايه هي افضل طريقة انك تقدر تعرف الترموستات هيركب ازاي حتى لو الالوان مختلفة او في مشكلة في الثبات بتاع التاني؟ احنا المفروض عندنا هنا بيبقى رقم 4 و6 و3. القديم برضو هتلاقي نفس الكلام، وانا هوريهولكوا دلوقتي بالصورة بعد ما افكه. اول حاجة هنشيل الفردة دي اللي هي مكان، لحظة واحدة، دي مكان 3. والتانية اهي. الموضوع سهل، مفيش اي حاجة صعبة، بس اهم حاجة لازم تكون اللي بتشيله عارف انت بتشيل فين عشان تعرف تركب زيه. دي مفروض رقمها 6 اللي هي هنا، والتانية دي اخر حاجة اللي هي المفروض الرقم بتاعها 4. نفس الكلام هنا اهو. والفردة الأخيرة دي بتبقى أرضي، بتعمل عازل عشان ما يبقاش فيه ماس في التلاجة لو في مية جت على الجسم الخارجي. وأنا هوريكم برضو الأرقام اللي أنا قلت عليها أهي. نفس الكلام بينطبق على الترموستات الجديد. والدراع اللي احنا هنشيله ده بيبقى اسمه البامب. دوره ان هو بيحس بالتبريد اما المراية بتعمل تلج عشان يفصل ايه بسرعة. المفروض هنشيل منه العازل ده وهنركبه في الجديد.